تتخيل تصحى كل يوم الصبح، تداوم، تشتغل، تحضر اجتماعات، تسوي تقارير، وبعد 7 سنين تكتشف إنه شركتك ما إلها أي وجود حقيقي، لا سجل، لا بناية، لا موظفين، وكل شي كنت تعيشه كان وهم مطبوخ بعناية. القصة بلشت بعرض عادي من شركة تقنية تعليمية أونلاين. بعثوله لابتوب، أدوات، توقيع عقد عن بعد. مقابلة كانت صوتية بدون كاميرا، وبرسالة جانت تقول: راح تشتغل من البيت مؤقتا وإحنا نوسع لاحقا. أول شهر، مدير لطيف، زملاء يردون بالإيميل، اجتماعات زووم، تقييم شهري، حتى إجازات سنوية. الرجل ارتاح، حس شغله نظيف ومريح، حتى بدأ يشتغل فوق الوقت وياخد شغل إضافي لأنه كل شيء ماشي بشكل ناعم وغريب. شاف إيميلات شكر، ترقية صغيرة، وطلبوا منه يشرف على متدربين جدد. بدأ يحس إنه فعلا بنى شيء. بعد 7 سنين انتقل لمدينة ثانية وقال لنفسه: أزور الشركة، أتعرف على الزملاء، أشتغل من المكتب فترة. راسل المدير: الرد جان: ما عدنا فروع حاليا. قال: زين، بس أزور، نتعشى شيء. الرد: حاليا مرفوض بسبب سياسة العمل عن بعد. بدأ يحس بقلق. دخل اسم الشركة على جوجل، ماكو موقع رسمي، ماكو حسابات نشطة، بس لينكد إن بيوصف الشركة بكلمات عامة ومكررة. دخل اسم المدير، ماكو أي ظهور، لا مقالات، لا مؤتمرات، لا حتى صورة حقيقية، حتى صورة لوجو الشركة طلعوا مسحوبة من موقع شعارات جاهزة. الراتب ينزل شهريا من حساب بنكي باسم تك إدوكيت فاونديشن. راح يسأل البنك، والمفاجأة: الحساب مسجل على اسم شخص متوفي من 5 سنين. استأجر محقق خاص. بعد أسبوع المحقق يخابره، يقوله: أخوي، أنت كنت تشتغل وحدك، الشبكة اللي تتعامل وياها هي نظام رد تلقائي، والبشر اللي تخابرهم هم أصلا أسماء وهمية مربوطة ببوتات متقدمة. الرجل وقف، شرد: كل هاي السنين الناس اللي كنت أضحك وياهم بالإيميل، الاجتماعات، التقييمات، طلعت كلها مجرد نظام خداع ذكي، مبرمج يقنعك إنك ضمن بيئة عمل كاملة. الصدمة مو إنك تنخدع، الصدمة إنك تعيش سنين وإنت ماشي على حلم مصنوع بالأكواد. بس السؤال الحقيقي: من وراء كل هذا، وليش اختاروه هو ومن غيره؟ ده يعيش نفس الوهم هسه. تابعني، لأنه الجاي عن طفل يسمع أخبار ما صارت بعد من راديو مطفي.